بص، سيبك من ان هما مغلوبين دلوقتي 2-0، وسيبك من ان مصطفى شوبير ما يستحقش ان هو يبقى حارس مرمى منتخب مصر التاني على حساب احمد الشناوي، وسيبك من ان زيزو بالونه، وسيبك من ان امام عاشور شتمهم وكسر صنم المبادئ بتاعهم. انا عايزك تتفرج دلوقتي على الماتش اللي شغال ده، ماشي، وتسمع المذيع. ماتش الاهلي مع المقاولين في كاس عاصمه مصر. المذيع ده اكتر كلمه ممكن تسمعها منه وهو بيذيع كل ماتشات اي فريق، ما عدا انه يكون يقول الكلمه دي على النادي الاهلي، بيقول كلمه على طول اللكنه عنده. يا راجل بقى، ده اسمه كلام؟ تبص تلاقيه اي لعيب يلم كرة غلط، يعمل كرة غلط، يعمل فاول غلط، يجيب جون في نفسه، يغطي اوفسايد غلط، اي حاجه يقول له يا راجل بقى، ده اسمه كلام؟ ويقعد يقطع في اللعيب. الا ده اسمعوا بقى الماتش ده، الشوط الاولاني عدى، انا عايزك تسمع الشوط الثاني. لعيبه الاهلي، يعني الولد بتاع الاهلي جاب بيلم بايده، يقول له لا، هيتعلم من اخطائه. اه مش عارف ايه، ولسه صغيرين، وعمال يجيب مبررات مش ممكن، مع ان اكتر كلمه بيقولها لكل لاعيبه مصر يا راجل بقى، ده اسمه كلام؟